اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. هعمل معاكم النهارده بقى عدس. الجو تلج تلج بقى، هو محتاج فعلا عدس يدفينا. اللهم بارك. غسلت العدس وحطيت العدس في ميه سخنه على النار. حطيت حوالي نص الحله ميه، وجبت معايا جزرتين حلوين كبار كده، غسلتهم وقشرتهم، وجبت معايا 4 طماطمات غسلتهم وقطعتهم، وبصلاية كبيرة، وحوالي 4 5 فصوص من التوم. يبقى كام طماطماية كده على كام جزراية على بصلتين حلوين على كام فص من التوم، بس على حوالي ربع كيلو من العدس. حطيت ربع كيلو من العدس معانا، وبعدين بعد ما اتسلق معايا بقى خدته وضربته في الخلاط. ما عنديش هاند بلندر، لو عندك هاند بلندر هتعملي سهل جدا. انا ضربته في الخلاط وبعدين صفيته. وبعدين هجيب معايا بقى شوية زيت كده، حوالي يعني كام معلقة، حوالي 5 معالق من الزيت. وحطيت الشعرية حوالي يعني 5 6 7 معالق شعرية كده، حسب ما انتي بتحبي الشعرية كتير ولا قليل. هو طريقته سهلة وجميلة جدا، هتاكليه فتة، هتاكليه كده، هيدفيكي جدا. متنسينيش بقى في لايك وشير وكومنت حلو كده يا قلب اختك، عشان محتاجة منك دعم. شكرا للناس اللي بتدعمني وبتقولي اي كلمة حلوة، متشكرة كتير ليكوا. ربنا يجازيكوا كل الخير يا رب. هنقعد نحمر في الشعرية ما تسيبش على النار. الشعرية ايدك فيها وتفضلي تقلبي تقلبي عشان تفضل كلها لون واحد، مش ما تجيش حاجة محروقة وحاجة تبصي تلاقيها إيه فاتحة. يعني لازم كله يبقى ايه لون واحد. حمري فيها كويس جدا، حمري فيها وقلبي كويس جدا يا قلب اختك كده علشان كلها تبقى لون واحد. وبعد ما تستوي معانا الشعرية، انا صفيت بقى العدس، ضربته في الخلاط وصفيته. بعد ما الشعرية تتحمر معانا وتاخد اللون اللي انا عايزاه، انا بحبها غامقة سيكة كده علشان هي ما بتغلي وبتغلي في الشوربة شوية بتلاقيها افتحت خالص. عملتها بقى معاكم زي ما انتوا شايفين كده. في ناس بتحبها فاتحة شوية، انا بحبها غامقة شوية، بتدي طعم حلو وبتبقى لذيذة، ما بتبقاش ما بتخليش الحاجة، يعني سواء لسان العصفور سواء الشعرية لما يتحمر كويس بيبقى حلو في الشوربة كده، لكن لما بتتحمرش كويس تحسي ان هي بتلظظ كده في الشوربة، مبتبقاش حلو. حمرت كويس كده، خدت معاكم اللون البني اهو زي ما حضراتكم شايفين. وهروح جاية بقى، اللهم بارك، انا صفيت العدس معايا، هروح جاية طشه العدس بتاعنا الجميل واسيبه يغلي لحد ما يستوي. بس كده. حطيت معاكم بقى، هحط معاكم التوابل زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله. الشعريه فتحت ازاي، اللون بقى فاتح جدا. زي ما انا قلت لكم خلوها اللون بني، وهي لما بتغلي معاكم هتستوي. حطيت بقى ملح وفلفل اسود، شويه فلفل صغيرين، الكمون اللي بتحطي كتير عشان العدس بيحب الكمون. حطيت شويه شطه صغيرين حسب الرغبه، يبقى شطه وفلفل شويه صغيرين جدا، وكمون كتير، والملح حسب الرغبه. وانتي بقى لو عايزه شطه كتير بيبقى خطير برضو، بس انا عندي ولاد ما بيحبوش الشطه قوي، فبحط شويه صغيرين جدا. بألف هنا وشفا، خطير بجد. واعمليه وتدفوا بقى ولموا العيلة مع بعض وتدفوا بألف هنا وشفا. طريقتي خطيرة في العدس بجد، هيعجبك. يا رب يكون بيعجبك الطريقة بتاعتي البسيطة ديت. ولو برضو ما عجبكوش قولولي انتوا بتعملوه ازاي، وقولولي من انهي بلد. عملت شوية شوربة تانيين بقى في حلة تانية كده، ان هو يبقى خفيف شوية عشان هعمل بيهم فتة. اللهم بارك. حاجة كده بألف هنا. شكرا ليكوا كتير.